الأخ نافع بن فالح. نافع، انطباعاتك عن الرحلة وشعورك وكيف كانت معك الرحلة والخوة الرجال اللي كانوا معاك، ايش تقول؟ والله بالنسبة للأخوة هو النعم فيهم، وبالنسبة الأجواء خلابة، هذا أولا. ثاني شيء الحمد لله استمتعنا، حضرنا فيها 12 يوم. لا احنا قبلك. طيب انتم لسه ما حسبتوا، انتم 15 يوم وانا 12 يوم. ايوه ايوه الحمد لله. يعني استمتعت الحمد التقينا لله. بالاخوان ذولي تعرفت عليهم في اندونيسيا؟ ها؟ تعرفت عليهم في اندونيسيا والله كيف كانت يعني بالنسبة بالله؟ لأبو عبد الكريم وأبو يوسف تعرفت عليهم في اندونيسيا. وكيف كأنك تعرفهم من سنين؟ اي والله ارتحت لهم سبحان الله، ولهم معزة في قلبي. الله يديمها ان شاء الله ان شاء بمشيئة الله الله. تدوم المعزة والخوة. انت السنة اللي فاتت جيت وما شاء الله كررتها، ايش اللي خلاك تكرر الجاية؟ والله الأجواء الطبيعة وذي صراحة إن كل ما تجي أنا السنة ذي جيت أشوف فرق عن السنة الماضية. سبحان الله فعلا. والله العظيم إيه. لأنها فرق عن السنة الماضية. ليه؟ في أشياء توي جيتها من كبر اندونيسيا ما شاء الله وهذا. صراحة اللي ما يستمتع في اندونيسيا ما عاد يستمتع في أي بلد. طيب اي بلد ثانية؟ مصر انت رحت، سمعت رحت سوريا، رحت الاردن، رحت قطر. والله شوف أنا بأهرجك عن الأجواء الطبيعية. يعني ايش الدولة اللي تعتبرها اذا نويت السفر تقول انا رايح هنا؟ تبغى انك تروح تستمتع في رحله أي. على اندونيسيا صراحه. كم الفترة كذا اللي ممكن؟ والله يعني لا تزود الفتره، من 12 يوم ل 15 يوم انا اشوفها انها حلوه اندونيسيا. للعزوبي والله العزوبه المتاح المتاهل برضه يقعدوا لي 12 يوم 15 يوم ما يطبقها الشهر. والله شهر كثير يعني بيطفش. شكرا الأخ نافع، الله ألف شكر. يسلمك. كلمة أخيرة تقولها لأهل من الزملاء السعودية؟ ذولي اقول لا هي على الاخويه ذولي الله يوفقهم ويسعدهم، وان شاء الله المحبه تدوم بيننا إن شاء الله بمشيئة الله. وان شاء الله نكررها السنه الجايه وش ناوي ان شاء الله بعد السفر ان شاء الله؟ ها نعم.